جربتي تحطي ازازة الزيت في التلاجة وتسيبيها؟ فكرة ب1,000,000 جنيه، هتوفر معاكي كتير جدا. وكمان لو انتي تلاجتك مش نفرست هتنفعك جدا. الفكرة دي فكرة هايلة جدا. لو عندك مشكلة في التلاجة بتاعتك وبتعمل تلج كده، اول ما تغسليها بتلاقيها كده تلجت من الجناب وبتعملك بتراكملك التلج كده في الجناب بتاعة التلاجة، تعالي كده هاتي حبة زيت وقطنة واغسلي التلاجة بتاعتك كويس جدا، وكمان افصليها من الكهرباء. تعالي بقى نوفر كده، وبدل ما نجيب بقى صنايعية بقى في البيت ويعملوا لنا التلاجة والترموستات مش شغالة والترموستات بايظة، تعالي بقى هقولك على الفكرة دي هتريحك جدا جدا من موضوع التلج اللي بيتراكم ده، وهتمنع خالص اي تلج بيتراكم عندك. تعالوا بقى كده هاتوا حبة زيت كده وندهن بقى كده الاسطح بتاعة الفريزر عندك. ولو برضو دي فريزر ممكن تعملي نفس الكلام، مش لازم زيت يعني ذرة، عادي زيت التموين العادي ده تقدري ان انت تستخدميه وتدهني بيه بقى الفريزر بتاعك. ادهني بقى كل الاماكن اللي بتلاقي عليها تلج كتير ومتراكم فيها التلج الكتير، وشوفي النتيجة بقى هتبهرك ومش هتراكم تلج وهتحسي بالتغيير من اول مرة. حبيت اشارك الفكرة دي معاكم، شفتها وعجبتني وقلت افيدكم، لان المشكلة دي ناس كتيرة فعلا بتكون يعني متأذية منها لدرجة ان هي بتفقد الامل في التلاجة بتاعتها وبتبقى عايزة خلاص ترميها. الفكرة دي هتوفر معاكي كتير، ولا هترمي التلاجة وهتحافظي بقى عليها، مش هتبقي كل شوية عايزة تغسليها وتنزلي منها التلج كل شوية. الفكرة دي هتريحك جدا. يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو بقى متنسوش تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.